السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبصحه دايما يا رب. خلاص بقى حاسه كده ان انا الوقت كده يعني بيجري بيا، فان شاء الله كده نحاول ان احنا يعني ننزل كده فيديو كل يوم علشان ننجز كده ونفرش ان شاء الله مع بعض قبل دخلة العيد. عايزه اقولك في البدايه، لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. وعايزه طبعا ارحب بحبايب قلبي المشتركين الامارات الجداد اللي دخلوا نوروني باشتراكهم في القناه، وكمان برحب بحبايبي المتابعين اخواتي الغاليين قوي على قلبي اللي موجودين معايا، وتسلم ايديكم على التعليقات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ولا يحرمنيش منكم ابدا. عايزين بقى كده في البدايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بقى كده بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاع النهارده. النهارده بقى ان شاء الله كده هنعمل تنظيفات عميقه جدا 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 من اللي قلبكم بيحبها في اوضه النوم وفي الحمام بتاع اوضه النوم. وكمان هنغير كده النظام في اوضه النوم شويه. كان كتير قوي منكم قالوا لي يعني انقلي مكان التسريحه وحطي مكانها مكان الركنه اللي انت حاطاها في اوضه النوم دي. فهنشوف كده النهارده هنعمل ايه مع بعض، او يعني انا عملت خلاص فعايزه كده اخد رايكم وانا متاكده ان اللي انا عملته ده هيعجبكم يعني باذن الله. طيب زي ما شفتوا كده انا قمت الصبح كده كنت مصحصحه ولسه يعني انا واخده على الصحيان بدري. احنا لسه مخلصين امتحانات بقالنا حوالي يعني 4-5 ايام او 4 ايام تقريبا. فقمت كده لسه يعني الحمد لله رب العالمين زي ما بقولكم كده واخده على الصحيان بدري. فقمت الصبح الساعه 9 الصبح عملت كده كوبايه شاي بالنعناع، حاسه كده ان هي يعني هتفوقني، فشربتها كده على طول. ما كنتش حاطه عليها حليب ولا اي حاجه زي ما شفتوها كده. وبعد كده دخلت بقى على المعمعه معاكم كده على طول. بدات الاول كده بالشباك، نظفت الشباك كويس قوي من اي تراب كان فيه. وبعد كده بالزعافه مسكت بقى السقف بتاع الاوضه كلها والجبسن بورد كله عملته كده بالزعافه. صراحه الحيطان نظيفه، مش حاسه ابدا ان هي محتاجه ان انا اعملها بالممسحه. طبعا انا اشتكيت لكم من الممسحه في الفيديو اللي فات، وفي ناس كتير قالوا لي يا نورا ممكن تحطي، لا مش في الفيديو اللي فات يا ربي، في الفيديو اللي قبله. ففي ناس قالت لي يا نورا ممكن تحطي اليد بتاعت المقشه فيه او يد خشب يعني، وانا اصلا عملت الفكره دي قبل كده. لكن المشكله مش في اليد، المشكله ان البتاعه نفسها اللي هي العريضه دي بتقع من المكبس اللي فيها. هي مكبوسه مش مربوطه كده بمسمار او حاجه، هي مكبوسه فبتخرج كل شويه من المكبس اللي فيها. انتوا فاهميني؟ هبقى اوريها لكم ان شاء الله كده في فيديو واقول لكم انا اقصد ايه بالظبط. المهم الحيطان عندي في اوضه النوم الحمد لله رب العالمين هي نظيفه، يعني ما حسيتش ابدا ان هي محتاجه ان انا اعملها يعني امسحها كده بالممسحه دي. فما مسحتهاش، اكتفيت بس ان انا عملتها بالزعافه. انا مش عارفه انا قلت لكم دلوقتي زعافه ولا شرشوبه، عشان انا ساعات بسمع الفيديوهات كده اول لما بنزلها بلاقي نفسي بقول على الاسماء الاشياء بغير مسمياتها، فاعذروني من السحله اللي انا فيها والله العظيم مش اكتر. المهم نزلت بعد كده على التسريحه زي ما انتم شايفين. بدات ان انا افضي، طبعا التسريحه كانت مليانه بلاوي زي ما انتم شفتوا كده. بدات ان انا افضي كل حاجه على التسريحه، والحاجه اللي انا كنت بشيلها بفوطه ناشفه كده زي ما انتم شايفين كنت بمسح التراب اللي عليها. يمكن انا يعني مش في العاده بعمل كده، بمسح على طول بالفوطه المبلوله او بعمل الاول بالريشه التراب وبعد كده بمسح بالفوطه المبلوله. لكن المره دي التراب كانت كميته كبيره جدا زي ما انتم شايفين كده على كل حاجه تراب 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 تراب. ففضلت ان انا امسح الاول التراب ده كله بفوطه ناشفه تماما، لان طبعا لو مسحت على طول بفوطه مبلوله على المنظر ده انا هبهدل الدنيا. هعمل كده عباره يعني ان انا هعمل عن عجين الطينه في المكان، او مثلا لو رشيت على طول بالبخاخه وبدات ان انا المع على المنظر ده على طول طبعا هبهدل الدنيا زياده. لان انتوا زي ما انتوا كده ملاحظين ان منظر يعني التراب زياده عن اللزوم. فانا فضلت زي ما بقول لكم كده ان انا امسح كل حاجه الاول بفوطه ناشفه. يعني برضو حسيت ان انا لو عملت بالريشه اللي عندي، الريشه برضو مش هتقضي لي الغرض اللي انا محتاجاه قوي، لان برضو كميه التراب كبيره. فعملت كده بالفوطه الناشفه. بعد كده هبتدي ان انا امسح كل حاجه وامسح الارفف زي ما عملت كده في التسريحه. وبعد كده هجيب بقى البخاخ اللي انا عاملاه ده، حاطه في البخاخ ده شويه بريكس كده اللي هو متعدد الاغراض، وماليه كده عليه شويه من الميه. وبعد كده ما بنضف كده التراب كويس ببتدي ان انا كده ارش من البخاخ، وبعد كده بمسح بفوطه تانية نظيفه خالص. يعني وانت شغاله كده عندك في اي مكان في البيت حاولي كده دايما تبقي شغاله بذكاء علشان خاطر تعبك ومجهودك ما يروحش على الفاضي، والتعب اللي انت بتتعبيه دوت يظهر على الحاجه اللي انت بتعمليها. المهم بعد بقى كده ما نضفت التسريحه، طبعا نضفتها الاول قبل ما احط كل الحاجات دي عليها، والحاجات دي لما جيت احطها زي ما انتم شفتوا كده مسحتها كويس قوي من اي اتربه كانت فيها.
وكمان المكتبه اللي جنب التسريحه دي خلاص نضفتها وفورتها وخليتها زي الفل، وفي حبه حاجات كده حطيتهم على السرير زي ما انتم شايفين، وفي حبه حاجات تانية زي ما انتم شايفين كده برضو حطوهم على التسريحه. هنا بالنسبه للحيطان كنت بوريكم بس كده شكل الحيطان، ان هو فعلا يعني مش محتاج ابدا اصل هو مش هيبقى مجهود وخلاص على الفاضي، او ان انا مثلا عايزه اطلع بالصوره مثاليه قوي 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 في الفيديو، فلازم اعمل كل الفيديوهات بتاعتي اسطمبه واحده واوريكم ان انا كل مره في تنظيفات العيد بمسح الحيطان. لا، اللي محتاج هعمله واللي مش محتاج مش هعمله. زي مثلا السجاد كده ما كانش برضو محتاج ابدا ان هو يتغسل فما غسلتهوش. يعني مش هلك في صحتنا وهلك في الحاجة اللي قدامنا وخلاص. ادام الحاجة نظيفة ومش محتاجة ابدا ان هي يعني تتعمل لها تنظيف عميق، خلاص عادي. ادام نظيفة خلاص، هو ده يعني المطلوب اثباته، ان الحاجة تبقى قدام عينيكي نظيفة. طيب دخلت بقى هنا كده على الكومودينو وبدأت كده برضو ان انا اعمله بضحك علشان في ناس بتتريق على كلمة وي اللي انا بقولها دي، بس ايه بديلها؟ يعني ملهاش بديل عندي، مفيش بديل. في الفيديو بتاع فرش العيد اللي فات جالي كذا كومنت بيقول لي الفيديو كله وي هقول ايه؟ مش عارفه، هي وي دي كده يعني. استحملوني بالله عليكم، انتوا فاهمين قصدي يعني لما اكون عايزه اقول حاجه وحاجه تانية اقول ايه؟ هقول وي، هقول ايه يعني؟ المهم ما علينا. نضفت كده الكومودينو بالريشه، لان التراب اللي كان على الكومودينو برضو ما كانش كتير قوي زي المكتبه والتسريحه، لان الكومودينو بيبقى عليه دايما استعمال، والبقعه اللي على الكومودينو دي ما بتطلعش. دي كانت شنطه كان فيها كده كلام احمر، وكان لما اتحطت على الكومودينو كان في كده شويه ميه كده مدلوقين، او مثلا نوعين من كوبايه او ازازه منديه، والله العظيم ما فاكره بالظبط. المهم ان المكان ده كان مبلول، فبقعت يعني مكان الشنطة في نفس المكان زي ما انتم شايفين كده، فما بتطلعش الصراحة خالص مهما حطيت لها منظفات ومهما عملت فيها، فما بتطلعش. عايزة كده ان هي تدين باللاكيه من اول وجديد. طيب المهم انا كده خلاص خلصت بقى اي حاجة فيها عفرة فيها تراب، خلاص مش هشتغل بقى بالريشة تاني ولا هشتغل بالزعافة تاني. فزي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا المع الشباك برضو، ودي دي حاجة من الحاجات برضو اللي انا شفت ان هي مش مستاهلة ابدا ان انا اعملها، انه الشباك يتصبن. يعني انا حسيت ان الشباك نظيف، يعني هو بس كده يدوب اديله تلميعه، لانه فعلا ما كانش محتاج ابدا ان هو يتصبن يعني، فما صبنتوش. لمعته كده كويس جدا جدا زي ما انتم شفتوا كده من جوه ومن بره، وبقى كده زي الفل زي ما انتم شايفين. بعد كده دخلت على التابلو ده كمان هلمعه كده كويس. يعني بالنسبه كده للشبابيك او الكلام ده، في ناس انا بشوفها بتاخد الشباك كله وتحطه تغسله كده بالميه وبينزل بلاوي. طب انت اصلا ليه سبتيه يوصل للمرحله دي؟ يعني انت لو ايدك في الحاجة على طول عمرها ابدا ما هتوصل للمرحلة اللي احنا بنشوفها، يعني خرطوم مية كده بيبقى محطوط على الحاجة والحاجة بتنزل طينة بمعنى الكلمة يعني. فانا عندي يعني على طول الحمد لله رب العالمين ايديا في الحاجة بتاعتي. والفترة انا غبت عن التنظيفات بتاعة البيت او عن الكلام ده طبعا كانت غصب عني، لكن الحمد لله يعني برضو يعني مفيش حاجة واصلة ابدا هنا للمرحلة الفظيعة دي. فالحمد لله رب العالمين. هي بس كانت البلكونة مليانة تراب زي ما شفتوا، بس الحمد لله رب العالمين بفضل الله رجعتها كده عروسة بتبرق كده من اول وجديد. طيب وهنا بما اني خلاص مش هنفض تاني، لان انا لو نفضت هبوظ كل اللي انا عملته، قلت بقى اشغل المكنسه كده وابتدي ان انا اسحب كده اي اتربه من السرير. وكمان عملت الجزء بتاع الركنه ده بالمره كده. عاوزه اقول لكم ان انا وانا بعمل كده في الجزء بتاع الركنه ده عماله افكر احطه فين، اشيل فعلا التسريحه واحطه مكان التسريحه واحط التسريحه هي مكانها، ولا احط الجزء ده يعني في وجه السرير كده مقابل السرير، في الحيطه اللي هي في وش السرير يعني، فاهميني؟ فيعني هتشوفوا كده انا عملت ايه، والنتيجة الصراحة ما عجبتنيش ابدا خالص بعد ما عملتها. فبرضو كملوا معايا كده الفيديو للاخر عشان تشوفوا انا عملت ايه في الجزء بتاع الركنة ده. طيب المهم بعد كده ما خلصت خلاص شغل كده بالمكنسه، هبتدي بقى كده ان انا اكنس. هتقولي طب يا نورة انت دايما بتقولي يعني ما بتحبيش ابدا تستخدمي المقشه علشان برضو ما تعفريش الدنيا وانت بتكنسي بالمقشه، ما هي المقشه برضو هتطلع عفره. اولا العفار اللي كان يعني او التراب اللي كان موجود على الارض ما كانش اللي هو التراب الناعم قوي اللي هو هيطير كده ويبهدل لي الدنيا. وكمان الارض زي ما انتم شايفين فيها مناديل وفيها اكياس وفيها شنط وفيها حاجات لسه هتشوفوها فظيعه يعني كانت خارجه من الاوضه كمان، علشان انا كنت عامله كده دريسنج معاكم امبارح. فكان في حاجات سيف ابني كان جايبها جديده، وفي شنط كتير قوي في الاوضه، واحمد كان جايب جزمه ولا جزمتين، يعني في حاجات كده كانت جديده كانت موجوده.
بالكراتين بتاعتهم وبالشنط بتاعتهم، فالمكنسه كانت هتغلبني، يعني المكنسه ما كانتش هتشفط ابدا الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده. فاسهل حاجه كده ان انا اعمل بالمقشه. ففي الوقت ده كده زي ما انتم شايفين بدات كده ان انا اكنس بقى كل الكلام ده. هودي بقى كل الحاجات دي كده ناحيه الباب. يعني زي ما انتم شايفين بقى اكياس، ورق، كراتين، كرتون، مناديل. فيعني الحمد لله رب العالمين، انا ما كنتش متخيله ابدا 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 ان انا في يوم من الايام هطلع من اوضه النوم دي بالذات كميه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني هتشوفوها كده معايا في الاخر بقى، هتتكيفوا. هتتكيفوا وهتتبسطوا زي ما انا اتبسطت. بعد ما اخلصها طبعا هتشوفوا كده منظرها عامل ازاي. يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما بقولكم كده، على قد ما بنتعب وبنشوف كده يعني يعني بعد تعبنا كده المنظر كده اللي احنا وصلنا له في الاخر. فالحمد لله رب العالمين بننسى التعب اللي احنا فيه مع مسكنيه كده، بننسى اكتر. صح ولا ايه؟ صح. يعني انا شغاله كده معاكم تقريبا كل يوم علشان الحق اخلص قبل العيد، وانا كمان عندي حوستي حوسه والله العظيم. يعني انا لسه سيف جاب لبسه، لكن محمد لسه ما جبتلوش للاسف اي حاجه. ومحمد يعني احتمال كبير كده اجيب له ترنجين وخلاص، ترنج كده يلبسه في الوقفه، ومثلا شروال وتيشيرت يلبسهم كده في العيد. لان يعني احنا في العيد الكبير ما بنبقاش مهتمين قوي باللبس، احنا بنبقى مهتمين باللحمه. صح ولا انا غلطانه؟ برضو قولوا لي. احنا في العيد الكبير بنهتم باللحمه، محدش بيهتم باللبس ولا بالديكورات ولا بالكلام ده. لا الستات بيهتموا بالديكورات، احنا بنهتم بالديكورات. لكن بالنسبه لاولادنا بنهتم لهم ان هم ياكلوا ويتغذوا كده. يا ابني خد حته لحمه كده ترم عظمك، وسيبك من موضوع اللبس والكلام الفاضي ده. لكن انا صراحه يعني ايه، من الناس اللي هي ما بتحبش برضو يعني تزعل عيالها. فعايزه بصراحه اخلص يعني بقدر الامكان علشان انزل اجيب لمحمد بالذات حاجه يلبسها في العيد. وانا ممكن اشتري لي عبايه، يعني جت عليا انا يعني. وسيب زي ما قلت لكم هو جاب لي نفسه. طب المهم تعالوا بقى كده اوريكم. دي كانت يعني الفكره دي كذا حد قالها لي منكم، من حبايبي متابعيني، ان انا انقل التسريحه، يعني ارحل التسريحه كده مكان الركنه، واحط الركنه مكان التسريحه. فانا الصراحه عملت كده. طبعا هنا قبل ما اجر التسريحه في المكان اللي هي فيه، يعني مسحت تحتيها من غير برضو ما اغرق، علشان انا مش حابه ابدا ان الخشب يجي عليه ميه برغاوي بكلام من ده. فمسحت كده زي ما انتم شايفين، مسحه عاديه خالص خالص خالص. طبعا لسه هنرغي ولسه هنخرب الدنيا دلوقتي، بس اصبروا عليا كده. ومسحت برضو هنا تحت الركنه قبل ما اوديها في المكان ده. بصوا كده لما ابعد كده بالكاميرا، حاسه ان في حاجه غلط، يعني ما ارتحتش الصراحه. حاسه كده ان في حاجه مش مظبوطه. الدراع بتاع الركنه ده هنا، انا بقول لكم حاسه ان في حاجه غلط. والدراع بتاع الركنه ده حاسه كده ان هو يعني قافل المكان. هو الناحيه التانية شكله يعني افضل بكتير، وشكله كده ملائم اكتر من كده بكتير. فهنا ما عجبتنيش خالص خالص خالص. فقررت ان انا، ودي برضو كانت فكره من الافكار بتاعه المتابعين عندي حبايب قلبي، ان انا اطلعها بره خالص الاوضه، ويعني نتعايش بقى كده في الاوضه من غير الجزء ده خالص. طيب هقول لكم الاول طبعا يعني هقول لكم انا عملت ايه. بس الاول هنا طبعا انا علشان خاطر وانا بشيل حاجات الشرير طبعا خلاص يعني رستقت اموري تحت السرير، وبرده كنت منظفه تحت السرير كده مخليها زي الفل، ورصيت الحاجات تحت السرير. فمش هينفع ابدا ان انا اجيب ميه كتيره حوالين السرير خالص، علشان الميه طبعا لو دخلت على الهدوم هتبوظها. فانا عملت كده مسحه خفيفه من الطرقتين اللي جنب السرير دول، او الحتتين الجزئين اللي جنب السرير دول. وهندلق بقى كده في المكان الواسع اللي قدامكم الفاضي ده قدام السرير كده كله، ندلق بقى كده ميه برغاوي كده، ونغسل بقى كده السيراميك ونتغسل كده معاه من جوه. طيب واحنا بقى كده شغالين في السيراميك، عايزه اقول لكم يا بنات حطوا لي لايك يا بنات للفيديوهات. بيطلع عيني في التصوير والله العظيم، مش بيطلع عيني في الشغل، بيطلع عيني في التصوير. التصوير اكتر حاجه بتتعبني. يمكن انا لو هعمل يعني الفيديو اللي انتوا بتشوفوه ده من غير تصوير، هعمله كده في اليوم العادي، هيخلص مثلا في ساعه ساعتين. كل اوضه هتخلص مثلا بالكتير قوي في ساعه، ساعه ونص بالكتير قوي قوي قوي، اللي هي التنظيفات العميقه دي. لكن في التصوير حقيقي حقيقي والله العظيم ممكن اقعد يوم كامل وانا بصور، يوم كامل بصور وبعمل مونتاج وبتكلم على الفيديو. فالحاجات دي كلها بتاخد مني وقت يعني جبار.
فما تنسوش تحطوا لي لايك، لان اللايك ده يعني بيرفع الفيديو، بيخلي الفيديو يتشاف اكتر، ويعني حاجه كده كويسه لينا، يعني اللي هم اصحاب قنوات اليوتيوب. اللايك ده حاجه كويسه جدا 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 لينا. فبفكركم، لان انا عارفه ان في ناس كتير قوي منكم بينسوا يحطوا لي لايك على الفيديو. في ناس اول لما بيدخلوا الفيديو من قبل حتى ما يتفرجوا على اي حاجه بيحطوا لايك، تسلم ايديكم. واللي ما بيحطوش برضو تسلم ايديكم، بس حطوا. ها، عايزه بقى لايكات كتير 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 قوي على الفيديو بتاع النهارده. المهم تعالوا بقى كده نرجع لمرجوعنا تاني واكلمكم على الركنه دي. لما جيت ادخلها اوضه النوم، يعني عايزه اقول لكم عملنا معجزات. ما كانتش ابدا ابدا راضيه تدخل من باب الاوضه. باب الاوضه ضيق، والمكان ده اصلا فيه طرقه، فما كناش واخدين ابدا حريتنا ان احنا نعرف ندخلها من باب الاوضه. فكان في اليوم ده اصلا عندي حد، يعني كان عندي نجار بيعمل شغل في المطبخ واسمه عم سيد. يعني لو تفتكروا كده اللي معايا يعني من قبل كده حبه حلوين هيعرفوا انا بتكلم عن مين، عن عم سيد ده اللي عمل لي المطبخ ودهنهولي وظبط لي كده الدنيا فيه. فهو كان موجود عندنا في اليوم ده. فهو واحمد بقى يعني تسلم ايديهم، شالوا باب الاوضه ده خالص وفكوا رجل من رجول الركنه علشان يعرفوا ان هم يدخلوها اصلا الاوضه. وبعد ما دخلوها احمد قال لي اياك تقولي لي نخرجها، انا دخلتها علشانك، اياك تقولي لي نخرجها. يعني فعلا فعلا طلع عينيهم فعلا علشان يدخلوها في الاوضه. فكل ما اجي كده افكر اقول لاحمد تعالى نخرجها، اقول لا انا مش هقول له، ده يعني موال ولازم نشيل باب الاوضه وقصه كبيره يعني. فالمهم احمد اصلا في الشغل دلوقتي مش موجود معانا في البيت، وانا وسيف بس ومحمد اللي موجودين. فانا اقترحت على سيف ان احنا نخرجها، ورحب جدا بالفكره. فقلت له احنا لازم نشيل باب الاوضه. هتعرف يا حبيبي تشيل الباب؟ قال لي يا ماما مالكيش دعوه هعرف. المهم شلنا الباب وربنا اعنا الحمد لله رب العالمين، وخرجناها من غير ما نشيل الرجل اللي بنحتاج ان احنا نشيلها لما كنا بندخلها. يعني على فكره انا كنت عامله فيديو مخصوص وانا بدخل الركنه دي الاوضه، وكنت كاتبه عليه حد يقول لي ادخل البتاعه دي الاوضه ازاي، وجالي بقى افكار ويعني كومنتات بالعبيط، ناس تقول لي تدخلي الركنه دي الاوضه ازاي. فبعد طبعا ده كله لما دخلتها كان صعب جدا ان انا اخرجها، لكن سبحان الله يعني سبحان الله العظيم عايزه اقول لكم خرجت بسهوله جدا جدا. طبعا هوريكم شكل الاوضه كده في الاخر من غيرها هيكون عامل ازاي. انا حاسه ان الاوضه وسعت قوي، بقى فيها صدى صوت مش طبيعي. طبعا انا قاعده دلوقتي بعمل لكم الفويس اوفر ده من الاوضه، فده بتحسوا كده ان صوتي يعني فيه صدى شويه، علشان انا كمان رحلت التسريحه خالص، علشان انتوا كنتوا دايما بتقولوا لي ان التسريحه مكانها مش لطيف في المكان ده عند السرير يعني، فمش لطيف. فانا فعلا عارفه ان ده غلط يعني، فعشان كده كنت مرحبه قوي بالفكره. وهتشوفوا كده منظر الاوضه معايا في اخر الفيديو بقى عامل ازاي. طيب تعالوا بقى كده نكمل تنظيفاتنا العميقه جدا دي. بعد طبعا ما عملت الارض بقى كده بالمقشه ودعكتها كده دعكه محترمه، دخلت بقى كده. طبعا هنا الكاميرا بتاعت التليفون اتغرقت ميه، بس ولا يهمنا احنا عادي تليفوننا بيتحط في الميه عادي، ولا يهمنا ابدا. بس طبعا كانت الكاميرا لغوشت فشلتها ومسحتها، وبعد كده كملت التصوير معاكم عادي. المهم بعد ما خلصت كده الارضيات بتاعت الاوضه السيراميك كله، نشفت بقى الدنيا وجريت بالمساحه، وكمان عملت بالشرشوبه. وبعد كده رحت داخله بقى على طول على الحمام بتاع غرفه النوم، علشان كده كل حاجه تبقى يعني بتتعمل كده في اي مكان من اولها لاخرها نظيفه، زي ما عملنا كده البلكونه والريسبشن وحمام الضيوف كمان خلصنا منه. كمان هنا في اوضه النوم عملنا دريسنج، والحمد لله رب العالمين كده خلصت معاكم الاوضه خالص يعني على الفرش بس. فبالمره كمان نعمل الحمام علشان نخش على مكان تاني انضف فيه، وانا هنا في الاوضه لسه في حاجه ما اتعملتش. طيب عملت كده السيراميك بالمقشه كده زي ما انتم شفتوا، وبعد كده بالاسبونشه القمر دي. الاسبونشه دي فيها كده يعني ملمس كده سلك معين كده على الخفيف، فبتنضف حلو قوي، كمان ما بتجرحليش يعني الحنفيات والخلاطات والكلام ده. عملت الشاور نفسه، وعملت الحوض كده زي ما انتم شايفين، وكمان الحنفيه بتاعه الحوض، وكمان الرخامه دي كمان هعملها. كمان عملت المرايه معاكم. انا صراحه بحس ان اكتر طريقه بتنضف المرايه هي الطريقه دي، وكمان الازاز بتاع البلكونه او اي ازاز عموما بحس كده ان هي الطريقه. فبما اننا بنعمل كده تنظيفات عميقه، فانا بفضل ان انا اعملها بالطريقه دي. لكن في المعتاد عادي ممكن امسحها بالجلانس عادي، لكن بحس طبعا الجلانس مش احسن حاجه، بحس ان هو يعني الطريقه دي هي احسن حاجه. لكن لما بكون بقى مش هغرق ميه ولا هبهدل الدنيا ميه، هي مش بهدله والله، هي يعني عايزه اقول لكم ايه، راحه نفسيه. المهم يعني ما علينا، لما اكون يعني مش هغرق الدنيا ميه
بعمل بالجرانس عادي، لكن لما اكون بقى هغرق زي ما انتم شايفين كده فبفضل ان انا اصبن كده المرايه او الازاز وادلق عليه ميه، وبعد كده بجره بالمساحه الصغنونه اللي انتم شفتوها دي. وانا كده زي ما انتم شايفين كنت كل مكان شغاله فيه كنت على طول بغسله كده بالميه، بعد ما بصبنه بغسله بالميه علشان زي ما قلت كده في الفيديو اللي فات. لما على فكره دي الخلطه اللي انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات هي اللي انا هعتمدها في كل الفيديوهات المره دي. حلوه جدا جدا وبتخلي كده السيراميك يبرق وريحه المكان بتبقى فله. فلما بتطول شويه كده على السيراميك لما بتيجي تغسليه هتلاقيه جير معاكي، فانت عشان ما يجيرش اغسليه كده على طول، يعني بعد ما تصبني المكان نفسه اغسلي على طول بالميه، وبعد كده خشي بقى على الحيطه اللي جنبها او خشي على الحيطه اللي في الشارع اللي وراها مش هتفرق يعني. المهم المكان اللي تعمليه بالرغاوي كده نضفيه كده بالميه على طول علشان ما يجيرش معاكي. هتشوفوا طبعا لما اخلص. عايزه اقول لكم الحمام هيبرق طبعا، محدش يخاف ابدا عليا من الميه يا جماعه. انا عندي الميه كلها اكباس الكهرباء كلها فيها عزل من الميه، فما بتعملش كهرباء علشان يعني محدش يقلق. عادي التويلت برضو مسكتها كده من بره خليتها زي الفل، بس المقطع ده برضو قصيته مصورتوش معاكم. وحطيت كده البريكس من جوه، يعني البريكس ده طبعا مش احسن حاجه، بس في بنوته كده عندي في التعليقات زي القمر قالت لي يا نورة هاتي منه اللي هو الازرق، يعني تقريبا جودته احسن من دي او هو اقوى من ده، فانا ان شاء الله كده هجرب الازرق لان الاخضر ده بصراحه ما عجبنيش. وبعد كده عملت كده كل الارضيات زي ما انتم شايفين كده برضو بالمقشه، دعكتها كده دعكه محترمه. كان نفسي والله العظيم اصور لكم وانا بنشف كمان الارضيات بتاعه الحمام، لكن الميه اصلا قطعت وقعدت اجيب ازايز وادلق في الارض علشان مش عايزه برضو الارض تجير. قعدت اجيب ازايز وادلق في الارض واجر بالمساحه لحد ما الحمد لله رب العالمين نشفت كده الارضيات. والوحده اللي تحت الحوض دي فضيتها برضو، غسلتها ونضفتها وروشتها وعملت فيها كل حاجه، بس المقطع بتاعها كان طويل شويه فشلته كله الصراحه يعني. وقلت بس كده اوريها لكم بعد ما يعني نطفت البيب بتاعها، مش عارفه المفصلات بتاعتها اتاثرت تقريبا من الميه فما بقتش تقفل للاخر كويس. هنا بوريكم كده شكل السيراميك بقى عامل ازاي، والحمام كده منور اهو كده بقى. ان شاء الله كده احنا فاضل لنا غرفه الاطفال والمطبخ والطرقه وحمام الطرقه، وكان الله بالسر عليم والحمد لله رب العالمين. هنا بقول لكم ان انا دايما اي حاجه بعمل بيها يعني بعمل فيها بالمقشه، بحب كده اوقفها الناحيه التانية كده علشان تنشف. اي حاجه اصلا عندي يعني بيد كده ممسحه بقى شرشوبه زعافه اي حاجه بحب ان انا اوقفها كده لفوق علشان لو فيها اي ميه يعني تنشف كويس. تعالوا بقى كده هنا ده شكل الاوضه ومنظرها بعد ما شلنا خلاص الركنه، يعني وسعت جدا بصراحه مع ان الركنه حجمها صغير بس وسعت جدا. هنا ده الباب لما شلناه، الباب للاسف الشديد للاسف اتكسر اهو اتكسر. سيف كان بيهزر كده بالشاكوش فكسر الباب، ربنا يستر بقى لما احمد يجي طبعا هو دلوقتي يعني الحب مولع في الذره فمش هيقول لي حاجه، هقول له ان هو اتكسر مني انا غصب عني فمش هيقول لي حاجه. المهم هنا الحيطان طبعا اتلحوست، فالحتتين دول كده محتاجين ان هم يتنضفوا برضو كنت بوريكم، فهبقى انضفها ان شاء الله كده وانا بفرش معاكم. وانا بقى كده خلاص الاوضه دي هسيبها على الوضع ده، احمد مش موجود وانا بنام مع العيال في الايام دي علشان خاطر التكييف، فهسيب بقى الاوضه كده على المنظر ده ونبقى نفرشها ان شاء الله كده مع بعض، واحنا بقى يعني نفنشها واحنا بنفرش باذن الله كده في الفيديو بتاع الفرش بتاع الشقه كلها. على فكره انا بسيب لكم لينك التيك توك في اول تعليق مثبت، يبقى ادخلوا هناك وروحوا لي هناك واكتبوا لي كده. الفيديو بتاعي النهارده خلص، استنوا بقى كده مني الفيديو ان شاء الله بتاع غرفه الاطفال او المطبخ، يعني مش عارفه لسه بالظبط ايه اللي هينزل لكم. عايزه دعواتكم ولايكات، بحبكم جدا في الله واشوفكم على خير في الفيديو بتاع بكره، ومع الف سلامه.